صحيت الصبح على رسالة غريبة من رقم مجهول، وكان مكتوب: لقد تم اختيارك بسبب أخطائك الكثيرة، وقريبا اللعبة هتبتدي. أنا أول ما قريت الرسالة قلت أكيد ده أحمد صاحبي وعايز يستغلني. رنيت على أحمد وسألته: إيه الرسالة الغريبة دي يا أحمد؟ بس أحمد قفل من غير ما يرد عليا حتى. قلت في سري أكيد بيضحك دلوقتي ومش عايز يرد عليا علشان لما قابله يقعد يتريق عليا. غيرت هدومي ونزلت من البيت، كنت رايح الشغل، بس فجأة كوتش العربية فرقع. نزلت من العربية وغيرت الكوتش، وفجأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ معادنا النهاردة مع قصة جديدة ومختلفة من كتابة محمد خالد، أنا بشكره جدا. بس قبل ما نبدأ حلقتنا عايزك تنزل تتأكد انك مشترك ومفعل زر الجرس، وتدوس لايك على الفيديو. وبس كده، ويلا نبدأ حلقتنا ونقول: سلام من الله عليكم متابعين الكرام، أنا فوزي محمد وده برنامج من الواقع. لما غيرت كوتش العربية ببص لقيت تليفون رن. طلعت التليفون وكان المتصل أحمد. رديت عليه: أيوة يا أحمد، أنا مش ناقص شغل العيال اللي أنت بتعمله ده، أنت مش صغير يا أحمد. شغل ايه يا ابراهيم؟ انا عملت حاجة؟ إيه الرسالة اللي أنت بعتها دي؟ رسالة ايه؟ انا ما بعتش حاجة والله؟ طب أنا لما رنيت عليك الصبح قفلت بسرعة ليه؟ رنيت عليا امتى يا ابراهيم؟ انت لسه صاحي ولا ايه؟ انت ما رنيتش عليا اصلا. طب اقفل يا أحمد وبطل الهزار الرخم ده. هو صح أنت بترن عايز إيه؟ كنت عايز اقول لك ان اخوك عماد رن عليا وكان زعلان منك عشان انت مش راضي تدي مفتاح البيت القديم. سيبك منه يا أحمد، أنت عارف إن عماد عايز مفتاح البيت القديم عشان ياخد الصور. طب انت ليه شايل الصور في البيت القديم وقايل لعماد على مكان الصور؟ عايز أقهره زي ما قهرني، لأن عماد جبان وعارف إنه لو دخل البيت من غير ما يقولي هقتله. طب ما هو ممكن يسرق الصور. مش هيقدر، قلتلك عماد جبان. انا مستنيك يا ابراهيم بالليل في الكافيه. تمام ماشي. المكالمة بصيت على سجل المكالمات، والغريب إن ما رنتش على أحمد الصبح. وقفت مكاني في صدمة، وركبت عربيتي وأنا مش عارف إيه اللي بيحصل ومين اللي بعت الرسالة. ورحت المصنع. نسيت أقول لكم، أنا فاتح مصنع ملابس أنا وأحمد صاحبي. أنا وأحمد خدنا قرار من 10 سنين إننا نعيش حياتنا ومش هنتجوز غير لما نتم 40 سنة، وفاضل كده سنة وأتم 40. دخلت مكتبي وقفلت الباب، طلعت تليفوني ورنيت على أبويا، بس أبويا ما ردش عليا. تلاقيه لسه زعلان مني عشان مش راضي أديه مفتاح البيت القديم. ما أبويا عامل زي عماد أخويا، نفسه ياخد الصور، بس عارف إنه لو خدها من غير ما بقى عارف هيندم ندم كبير، لأن مفيش حد هياخد الصور غيره هو وعماد. أنا معرفهم مكان الصور عشان أكيدهم زي ما عملوا فيا زمان من 10 سنين. طب ما ممكن هما اللي يكونوا بعتوا ليا الرسالة الصبح. لا لا لا، مش هما. طب مين؟ عمو فؤاد؟ لا سيبك، ده واحد عايز يستغلني. فجأة رن تليفوني،
وكانت رسالة من نفس الرقم المجهول. فتحت الرسالة بسرعة وكان مكتوب: الرسالة الأولى، ولسه في 8 رسايل، كل رسالة بسر، وكل سر بعقاب. والسر الأول: هو مين اللي قتل شهاب، انت ولا عماد اخوك؟ عموما عماد اخوك مات وانت هتقابله قريبا، بس لما تقرا ال9 رسايل. واوعى تنسى اللي حصل يا ابراهيم من 10 سنين. عايزك تفكر، ولازم تفكر في كل القريبين منك لانهم عايزين يموتوك: عماد، ابوك، سعيد، عمك، اختك، جوز اختك، امك. انا بغششك اول 7 رسايل، ودول هيكون السر بتاعهم اللي هيحصل فيهم، وده السر اللي هتستناه عشان تعرفه. واخر رسالتين هيبقوا سرك انت يا ابراهيم. ودي اول رسالة، والسر بتاعها: عماد اخوك قتل شهاب ولا انت اللي قتلته؟ شهاب، محدش عارف عن شهاب غير ال6 اللي في الرسالة، بس انا ما قتلتش شهاب، وبرضه عماد اخويا ما قتلهوش. شهاب انتحر. انا ما بقيتش فاهم حاجة، مين اللي بيبعت الرسايل دي؟ ده بيقول ان عماد اخويا مات. لا، مش معقول حد يقتل عماد، ده اكيد حد بيهزر. طب وبيهزر ازاي وليه؟ رنيت على عماد اخويا بس الخط كان مغلق. خرجت من المصنع بسرعة ورحت بيت عماد، وكان الباب مفتوح. دخلت البيت وفجأة سمعت صوت صراخ. جريت بسرعة ودخلت غرفة عماد، ولقيته واقع على الأرض وبيصرخ، وكان في دم كتير. عماد، مين اللي عمل فيك كده؟ انت اللي عملت كده يا ابراهيم. لا، انا عمري ما قتلك. متأكد ان عمرك ما تقتلني يا ابراهيم؟ انت بقالك 10 سنين بتقتلني. ما تخافش يا عماد، مش هتموت. خلاص يا ابراهيم، والسر القديم رجع تاني يظهر، والنهاية قربت. انت اللي قتلت شهاب يا عماد؟ ايوه، انا اللي قتلته. قتلته ليه؟ ده كان صاحبك. ما هو كان صاحبك انت كمان يا ابراهيم. انت نسيت عملت فيه ايه؟ انا مهما عملت في حد عمري ما اقتل. ليه قتلته؟ رد عليا، اوعى تموت من غير ما ترد عليا. افتح عينيك يا عماد، ما تموتش. انا مهما عملت فيك بس بحبك، والله بحبك يا عماد. عماد اخويا مات قدام عيني، وانا مش قادر اعمل حاجة. اللي بعت الرسالة مش بيهزر. اللي بعت الرسالة فتح الابواب القديمة اللي قعدت طول عمري اقفل فيها. انا عمري ما توقعت انك تقتل يا عماد. انا كنت فاكر ان انا الشيطان الوحيد. طب ليه قتلته يا عماد؟ ليه؟ انا كنت فاكر ان انا سبب انتحار شهاب. انا كنت فاكر ان انا سبب انتحار شهاب طول السنين اللي فاتت. فاكر انه مات مقهور بعد ما قتلت مراته. ايه سرك يا عماد؟ ومرد عليا ارجوك. وفجأة رن تليفوني، وكانت رسالة من الرقم المجهول، بس الرسالة كان مكتوب فيها: السر الأول. حاولت أرن على الرقم بس كان مغلق. رنيت على واحد صاحبي شغال في شركة فودافون، وسألته عن صاحب الرقم، بس قال لي إن الرقم غير متسجل. روحت البيت وسبت أخويا مقتول. دخلت غرفتي وقفلت الباب ورايا، وقعدت مكاني وأنا برتعش والدموع بتنزل من عيني. وفجأة تليفوني رن. كانت رسالة جديدة من الرقم المجهول، وكان مكتوب: عرفت مين اللي قتل شهاب يا إبراهيم؟ أنا ريحتك من حمل كبير على قلبك. مش أنت اللي قتلته، بس أنت كنت سبب من أسباب موته.
انتظر الرسالة التانية قريبا يا ابراهيم، بعد ما عماد يتدفن وابوك يتقهر، وانت هتبقى المتهم الوحيد. والرسالة التانية مش هتبقى على التليفون علشان انت هتبقى مسجون. وفجأة سمعت جرس الباب، قمت بسرعة وفتحت الباب، لقيت ابويا واقف وبيعيط. ليه قتلت اخوك؟ انا والله ما قتلتش عماد. انت غلطتي الوحيدة يا ابراهيم، انت غلطتي الوحيدة. انت النهاردة قتلت 3، قتلت عماد وقتلتني وقتلت نفسك. انا قلت للشرطة ان انت اللي قتلت اخوك، كلها لحظات ويجوا يقبضوا عليك. انت تعرف يابا انت السبب في كل اللي حصل لي. عمرك ما ضربتني ولا عاقبتني على افعالي. انت جبان، انت كل همك تشرب سيجارة المخدرات. انا بشرب عشان انسى اللي امك عملته فيا. انت مش ابني، انا ابني الوحيد كان عماد وانت قتلته. واوعى تقول لي يابا دي تاني، انت مش ابني. امال انا ابقى ابن مين؟ انت ابن الشيطان اللي امك خانتني معاه. روح اسأل امك انت ابن مين، بس انت خايف تسألها عشان عارف ان امك هتقولك انت ابن مين، لان امك شيطانة. ربنا يطول في عمر لحد ما اشوفك مقتول. وبعد لحظات لقيت ضباط الشرطة طالعين وقبضوا عليا. انا اتسجنت بتهمة قتل عماد، وانا كنت المتهم الوحيد لان الجيران شافوني وبصماتي كانت موجودة. دخلوني الزنزانة، واول ما دخلت الزنزانة لقيت احمد صاحبي. بصيت لاحمد في صدمة وسألته انت بتعمل ايه هنا؟ انا متهم في جريمة قتل. جريمة قتل مين يا احمد؟ جريمة قتل شهاب. انت بتقول ايه؟ في حد بعت فيديو للشرطة وانا واقف جنب جثة شهاب، كنت ماسك السلاح اللي اتقتل بيه. انت كنت بتعمل ايه عند شهاب يا احمد؟ كنت رايح صدفة ولقيته مقتول. شهاب كان صاحبي. وفجأة لقيت راجل ضخم واقف ورايا وبيبص ليا. سألته عايز ايه؟ انت ابراهيم؟ ايوه انا ابراهيم، انت عارفني ازاي؟ في حد ساب ليك رسالة ودفع ليا فلوس عشان اخش استناك واقولها ليك. رسالة ايه؟ قال لي اقول لك. الرسالة التانية بتقول اختك من امك تبقى اختك من ابوك، مش من امك بس يا ابراهيم. وحان الوقت عشان تعرف مين ابوك الحقيقي. وقفت مكاني وانا مش عارف اعمل ايه. وفجأة دخل عسكري ونادى على الراجل الضخم، وبص ليا الراجل الضخم قبل ما يطلع وقال لسه الرسالة ما خلصتش، هتطلع يا ابراهيم ما تخافش، عقابك هيبقى بره مش هنا. احمد كان بيبص ليا في ذهول وسألني ايه معنى كلامه ده يا ابراهيم؟ وانت بتعمل ايه هنا؟ في حد مجنون بيبعت ليا رسايل وبيقول لي كل رسالة بسر، واول سر ان اخويا عماد هو اللي قتل شهاب، وانا هنا عشان متهم بقتل عماد. احمد كان بيبص ليا في صدمة وقعد على الارض وبص ليا وقال انت بتتكلم جد يا ابراهيم؟ ايوه بتكلم بجد، ودي تاني رسالة منه. ومعنى الرسالة ايه يا ابراهيم؟ يعني اختك من امك تبقى اختك من امك وابوك مش من امك بس؟ معناها ان انا لازم اعرف مين ابويا، لان ده تاني سر. هو انت مش عارف مين ابوك؟ انت اتجننت يا ابراهيم يعني ولا ايه؟ مش عم حليم يبقى ابوك؟ لا يا احمد انا مش مجنون. عمك حليم طول عمره بيقول ليا انه مش ابويا، وان امي خانته، وان انا ابن حرام. وقال لي لو عايز تعرف مين ابوك الحقيقي اسأل امك، وهي مش هتخبي عليك وهتقولك. بس انا يا احمد ما قدرتش،
علشان مش هقدر استحمل الحقيقة، وان الراجل اللي عشت معاه طول عمري يطلع مش ابويا. لازم تعرف الحقيقة يا ابراهيم. هعرف يا احمد، هعرف، بس لما اخرج من هنا. هتخرج يا ابراهيم. قعدت الليل كله صاحي في الزنزانة مع المساجين، والدموع بتنزل من عيني. ايوه غلطت كتير في حياتي، واذيت ناس قد شعر راسي، ومش هكدب عليكم واقول ان انا ما استاهلش العقاب ده. لا، انا استاهل اكتر من كده، بس انا عشت حياة صعبة، ما اتولدتش بقلب حجر. ابويا وامي كانوا طول الوقت بيتخانقوا، ولما كان عمري 10 سنين ابويا طلق امي، ومن يومها وهو ما بقاش ابويا، بقى عدوي. بيعاملني معاملة صعبة، ودايما كان بيقول ليا انت مش ابني، وروح اسأل امك الخاينة انت ابن مين. بس رغم كل ده رباني وعلمني، وانا بحبه مش بكرهه. على فكرة انا كنت بغير من عماد اخويا علشان ابويا كان بيحبه، بس برضه كنت بحبه، ورغم قسوتي عليهم بس بحبهم، وعمري ما هكرههم. بس حان الوقت عشان اعرف السر اللي انا خايف اعرفه. هل حليم يبقى ابويا الحقيقي، ولا مين ابويا؟ وهل اختي سهام تبقى اختي من اب وام، ولا من ام بس؟ هل ممكن يكون جوز ام عمران هو ابويا الحقيقي؟ يا راسي، مش قادر استحمل اللي بيحصل معايا ده. اسئلة كتير كانت بتدور في راسي، ونمت من شدة التفكير. بس تاني يوم كانت الصدمة. صحيت على صوت العسكري بينادي على اسمي، ولما رحت للضابط تفاجأت انه بيقول لي انت بريء من تهمة قتل اخوك. في شخص مجهول بعت ليا فيديو لاخوك وهو بيضرب نفسه بالسكينة. انا وقفت مكاني مصدوم ومش مصدق اللي الضابط بيقوله، والدموع نزلت من عيني من شدة الحزن. ياه، يعني شهاب اللي كنت فاكره انتحر طلع مقتول، وقاتل اخويا، واخويا اللي افتكرته اتقتل طلع انتحر. ايام لعينة بجد. طلعت من السجن وكنت رايح بيت امي، ولما وصلت عند البيت شفت امي واقفة في البلكونة وبتبص ليا وبتضحك، وفجأة رمت نفسها من البلكونة. كانت واقعة قدامي، والدم في كل مكان حواليها. بصيت لها في ذهول وصرخت بصوت عالي: أمي، أرجوك قومي، ليه عملت كده؟ ليه مت قبل ما تسامحيني؟ أنا بقالي 6 سنين ما شفتكيش، ويوم ما أشوفك تموتي. لا يا أمي، أنا مش آسف، انت اللي بوظت حياتي. مين أبويا؟ رد عليا، مين يبقى أبويا؟ بتموتي نفسك عشان ما تقوليش ليا مين أبويا، بس أنا هعرف وهقولك حاجة. أنا ماشي، كنت ماشي في الشوارع زي المجنون، وأنا ببص يمين وشمال، والناس بتبص ليا، وفجأة لقيت راجل عجوز واقف قدامي ولابس بدلة وكان بيضحك. سألته: انت عايز ايه يا عم؟ انت ابراهيم؟ ايوه انا ابراهيم. انت مين وعرفتني ازاي؟ انا السر اللي بتبحث عنه. مش فاهم. انا بأبوك. والله؟ طب ابعد يا عم وفكك مني، انا مش ناقصك. انا لسه عارف قريب ان عندي ابن، اوعى تزعل مني او تعاتبني. امك هي اللي خبت عليا، ومن ايام قليله رنت عليا وقالت لي ان انا عندي ابن. حتى لو انت زي ما بتقول، بس انا مش عايز ابقى زي ما انت عايز. طب ممكن نتقابل مرات تانية؟ طب قول لي انت عرفتني ازاي؟ في حد بعت لي رسالة وقال لي على مكانك ووصف لي ملابسك. امشي الله يسهل لك يا عم. استنى بس،
عندي ليك سؤال. امي قالت لك حاجة عن اختي؟ ايوه. قالت لك ايه؟ قالت لي ان اختك تبقى بنت هي كمان. طب ازاي هي خلفت منك عيلين من غير ما تعرف؟ امك كانت متجوزة وقالت لي انك تبقى ابن جوزها، وبعد ما خلفت اخوك اتطلقت، وبعد فترة حليم رجعها تاني وطلقها وهي حامل في اختك، واتجوزت جوزها اللي هي متجوزاه دلوقتي، عبد الله السعدي. لا انا مش مصدق ومش هعاتبك علشان انا شيطان زيكم. مشيت وسبت واقف في مكانه، وحتى من غير ما اسأله عن اسمه ولا هو ساكن فين. مشيت والدموع بتنزل من عيني، ورحت البيت وقعدت في البيت على حسرة نفسي، وبسأل نفسي ازاي سبت جثة امي ومشيت؟ انا جايب الجحد ده من فين؟ اكيد منك يا امي، انت السبب. للأسف ابويا حليم طلع بيقول الحقيقة، ان انا مش ابنه، واختي اللي عشت طول عمري فاكرها اختي من امي بس وبنت عبد الله السعدي طلعت اختي من الاب والام. وانا قاعد بكلم نفسي رن تليفوني، وكانت رسالة من الرقم المجهول، وكان مكتوب: الرسالة التالتة، كده انت اكتشفت السر التاني، والبقاء لله في ماما يا حبيبي. اما السر التالت، قدامك 4 ساعات تنقذ فيهم اختك من الموت. اختك محبوسة في مكان انت عارفه كويس. المكان ده الشخص اللي ظلمته فيه راسه اتقطعت، وممكن ما يكونش انت القاتل، بس انت كنت سبب موته. انا سبب ايه موته وراسه اتقطعت؟ مين ده؟ ليه حرضت اخوك يقتل ابن عمك؟ كنت عايز اتجوز بنت عمي واسلام كان رافض. انت مش واخد عهد ان عمرك ما هتتجوز غير لما تتم 40؟ انا كنت بكذب، انا كنت رافض اتجوز عشان كنت مجروح بعد ما بنت عمي رفضتني بسبب اخوها. وازاي خليت عماد يقتله؟ ايه كان الدافع؟ قلت لعماد ان اسلام هو اللي سرق كل فلوسه اللي ورثها من ابويا حليم. اكيد انت اللي سرقت الفلوس. ايوه جدع يا ابراهيم. بس اختك بقت خطر عليك بعد ما عرفت سرك، ايه رأيك اخلص عليها؟ لا بوس ايدك، سيب اختي تعيش. طب بص يا ابراهيم، السر الرابع بيقول في حد قريب منك دبر لموتك، لازم تموته قبل ما يموتك. تقصد مين؟ جوز اختك. ودلوقتي لازم تختار، تقتل اللي عايز يقتلك او اقتل اختك. جوز اختك اهو مربوط قدامك والسكينة جنبه. محسيتش بنفسي غير وانا بمسك السكينة وبضرب تامر جوز اختي في رقبته. وبعد ما روحه طلعت سمعت صوت الراجل الملثم بيضحك وبيقول: زي ما حرضت اخوك يقتل ابن عمك حرضتك تقتل جوز اختك، ودلوقتي اللعب خلص واللي جاي كله دمار يا ابراهيم. وفجأة سمعت صوت مزيكا مخيفة، ولما رجع النور كانت صدمة كبيرة. بس كده ولحد هنا وتكون انتهت حلقة النهاردة، فهستنى رأيكم في التعليقات. كمان للي معملش لايك يدوس على علامة اللايك، ولو ما اشتركتش اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وبس كده، يلا بقى، سلام.